كرة القدم. حاج محمد، نرحب بك في الجزيرة الرياضية. شكرا جزيلا، وتحية طيبة لمشاهدين الجزيرة. كما رأينا أسفرت القرى عن وقوع الأفناك مع بوركينا فاسو، كيف تنظرون إلى هذه المواجهة؟ ننظر لها بالنظرة اللي كنا ننظر لمختلف الفرق الموجودة في هذه المرحلة، لأنه العشر فرق الموجودة في هذه المرحلة كلها تعتبر قوية وتعتبر لديها كل حظوظ للفوز بالمباراتين المقبلتين. احنا بالنسبة لنا طبعا اللي كنا نتمناه وحصل بفضل ربنا انه تجنبنا الفرق العربية. الفريق الوحيد اللي كان ممكن نلاقيه اللي هو مصر الشقيقة، والحمد لله على هذا. وهذا يضعف حظوظ البلدان العربية للحضور في كأس العالم المقبل في البرازيل. وطبعا نتمنى انه ثلاث فرق عربية يفوزوا في هذه المرحلة ويمثلوا احسن تمثيل للعرب في هذه البطولة العالمية الخاصة. البعض يعتبر المنتخب الجزائري واكثر العرب حظا في هذه القرعة كونه يلاقي فريق لم يسبق له التأهل للمونديال من جهة، ومن جهة أخرى المباراة الحاسمة ستقام في البليدة، وبالتالي الجماهير الجزائرية معروفة بعاطفتها الجياشة لمنتخبها، فربما تكون مهمة نظريا هي الأسهل على الوضع. لا إن شاء الله على كل حال، لكن احنا بالنسبة لنا كل فرق متساوية، ورايح نحضر ونواجه هذا فريق بوركينا فاسو مثل ما نحضر ونواجه أي أكبر فريق في العالم. الآن المشكلة أن المنتخب الجزائري قام بعملية إحلال وتجديد كبيرة مقارنة بجيل المونديال الماضي. ربما مجيد بوقرة فقط هو الوحيد الذي كان متواجد في التصفيات الماضية. هذا الإحلال يدل على وفرة قاعدة كبيرة من اللاعبين بالنسبة للفريق الجزائري. تقييمكم لأداء الناخب الوطني خليلوجيتش حتى الآن وهذا الجيل، ومتى تتوقعون منه في المرحلة المقبلة وكذلك في كأس الأمم 2015 بالمغرب؟ اولا احنا مباشره بعد 2010 دخلنا في تجديد الفريق وضفنا عناصر شابه ومهنيه محترفين في اكبر الانديه في العالم والمحليين ايضا. والعمل اللي قائم به ليلوفيتش بالنسبه لنا جد ايجابي، والحمد لله اليوم الاتحاديه الجزائريه لكره القدم لديها امكانيات وفرتهم وجندتهم لهذه المهمة الكبيرة، ونتمنى أنه يتوج هذا العمل بالتأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية على التوالي لكي نمثل علاوة على الجزائر كل العرب إن شاء الله. حاج رورو، نتمنى حظا سعيدا وإن شاء الله الخضر في المونديال المرة الرابعة والثانية على التوالي. إن شاء الله، وشكرا جزيلا للجزيرة الرياضية على كل المجهودات اللي تبذلها. بارك الله. إذا كان هذا